الله الرحمن الرحيم. ربنا بيننا وبين قومنا بالحق والعدل والتوفيق. صدق الله العظيم. الطيب طبعا مثال كلامه حضرتك الحقيقه، وبعدين الحلقه الجديده ظهرت من جميع الناس طبعا دي دليل على حب الملائكه وحب الملائكه. بالنسبه للتاريخ فانا اخوانا نعم يعني حاولت ان اقرا كده منها اخترتهم اسكندريه ولاده وفيها كل ما يخطر عليك. يعني رياضيين هتلاقي، فنانين هتلاقي، مطربين موجودين معانا هتلاقي، مؤلفين اغاني هتلاقي، كل حاجه تخطر على بالك هتلاقيها موجوده في اسكندريه. طبعا اسكندريه ولاده زي ما بقول. نقول مثلا ايه؟ مفيش حد في مصر ما عداش على اسكندريه، وانتم عارفين طبعا بالنسبه لاي حد بيجي عشان يختبر لازم يجي اسكندريه، ان هو ونجاحه وياخد شهاده النجاح من اسكندريه. هو ما طلعش منها غير واحد بس اللي هو عبد الحليم حافظ طبعا، وطبعا ده كانت فيها ظروفها كلكم عارفين الظروف بتاعتها. اما كل ما يخطر على بالكم محمد رشدي طبعا جه هنا، هو جه للاستاذ ابراهيم عبد الشفيع ولحن له قالوا لي الاستاذ كريم محمود برضه جه هنا والاستاذ ابراهيم عبد الشفيع لحن له. عايز الشاعر برضه جه هنا هو والاستاذ ابراهيم عبد الشفيع لحن له. احمد ثاني، ماهر العطار، احمد ابراهيم، كل مطربين مصر كان دايما الناس بتوع اسكندريه يروحوا مصر. لا الاستاذ ابراهيم عبد الشفيع خلى الناس دي حد عنده خامات كبيره زي كريم محمود وغيره. انا طبعا عشان ضيق الوقت مش هتكلم اكتر من كده، وطبعا لان اسكندريه ولاده زي ما